هنكمل النهارده كلامنا مع أسطورة جديدة من أساطير زراعة الشعر، وهي إن الشعر هيقع تاني بعد الزراعة بسنتين. الخوف أكبر عدو للإنسان، وأحيانا الخوف ده بيكون مبني على أسطورة مش موجودة أساسا، زي السلعوة كده. هل الشعر فعلا بيقع بعد الزراعة؟ للأسف دي حقيقة، لكن بشروط. الحقيقة إن الزراعة ليها شروط، أهم شرط فيها قبل ما نخوض العملية هو استقرار ووضوح خريطة الصلع قدامنا كأطباء، وكمان وضوح المنطقة المنحة. طيب يعني إيه؟ زي ما وضحنا، رأس مال عملية زراعة الشعر هو المنطقة المنحة. لكن إمتى يحصل التساقط بعد سنتين؟ دي فيها احتمالين. الأول إن الشخص زرع في سن صغير، وده بسبب وجود فراغات في خط الشعر أو مقدمة الرأس، واستعجل إنه يزرع، وللأسف كان فريسة لحد غير أمين أو جاهل، لأنه قرر يزرع له قبل استقرار ووضوح خريطة الصلع. وبعد فترة لما الصلع استعاد نشاطه أو كمل في نشاطه، فبعد فترة الشعر القديم اللي ما زرعناهوش وقع، وبقى الشكل بتاعنا في فراغات وسط الزراعة اللي اتزرعت. فظن الشخص إن الزراعة خفت، لكن الحقيقة إن الشعر القديم الغير مزروع كان مصاب بالصلع ووقع علشان ما أخدلوش علاج. أو الاحتمال التاني إن الشخص اللي زرع كان كبير في السن، لكن عنده درجة صلع متقدمة، وده بيكون الصلع فيه شديد وشرس لدرجة إنه أثر على طبيعة الشعر في المنطقة المنحة، وبقت شعراية ضعيفة ورفيعة حتى قبل ما يخوض تجربة الزراعة. ولما نقلنا الشعر الضعيف اللي متأثر بالصلع في المنطقة المنحة من منطقته الأصلية للمنطقة اللي كانت مصابة بالصلع، وربما يكون الجلد فيها حصل فيه بعض التغيرات مع العمر بسبب انه ما عادش فيه شعر، خف الشعر في المنطقة المزروعة تاني وحصل له ضعف بسبب العاملين اللي احنا قلناهم دول. والحقيقة ان المثالين دول القرار فيهم من البداية كان مختلف. الأول كان لازم ينتظر ويأخر قرار الزراعة شوية ويستمر على العلاج، والتاني مع الزراعة كان لازم يفضل ماشي على العلاج. وده شيء مهم جدا نحدده في الكشف، وعلشان كده DHC هو مكانك الأول للكشف، لأنك هتلاقي فيه منظومة متكاملة من الأطباء المتخصصين في كل ما يخص علاج وزراعة الشعر.